يا مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين على أغلى وأجمل إخوات ومتابعين في الدنيا كلها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وفضلا منكم وليس أمرا، لو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا لكل أخت وكل أخ دخلوا اشتركوا في قناتي، شكرا منكم جدا. النهاردة هنعمل مع بعض الأكلة اللي ما يختلفش عليها اتنين، اللي هي ايه بقى؟ هند زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل محشي كرنب ومحشي بتنجان وفلفل وكوسة، وهنشوي معاه بقى الفراخ المشوية. هنعملها كده بتتبيلة جبارة. اول حاجة عملتها قورت الكرنباية من عند الراس وشيلت الراس كلها، وهنا معايا حلة فيها مية بتغلي على النار. تمام. انا الكرنب بتاعي مش كبير قوي، يعني جايباه كده وسط، ولا هو كبير ولا هو صغير. لما بجيب كرنب كبير بحط بقى الحلة الألمونيوم الكبيرة اللي أنا كنت بسلق فيها معاكم. المية يا بنات عندي لما بتغلي أنا ما بحطش فيها ملح خالص، بحط كده معلقة من السكر. تمام. وأول حاجة بقلب كده الكرنباية على ناحية الراس، تمام، تاخد لها كده غلوتين، وبعد كده نقلبها على تحت زي ما انتوا شايفين. اول ما الاقي كده الورقة داخلة على سوا بشيلها. اوعي تسوي الورق جامد عشان ما يتهريش منك. الكرنب عايزة اقول لكم ما بياخدش 5 دقايق في السليق. زي ما انتوا شايفين كده، حطيتها الاول على راسها، بعد كده اول ما تغلي غلوتين نقلب الكرنبايه على وشها ونشيل ورقة ورقة. تمام. انا هنا بقى على الكرنبايه ما تغلي معايا اللي انا بطلعه بقطعه بالشكل ده. بشيل كده العرق بتاع ورقة الكرومبا من فوق وبعد كده بقطع. تمام. في ناس بتحب تقطع يعني ورقة ورقة، انا بصراحة بقطعها بالعرض على قد كده ايه، يعني انا ما بحب عرض الصبع قد ايه، وبقطعها بالطول. وانا بلف بقى بقطع صبع صبع، يعني بقطع كده منها، بحشي صبع وبقطع الورقة بتاعته، بحشي وبقطع. في ناس بتحب تقطع يعني كل صبع الورقة بتاعته لوحدها، انا بصراحة ما بحبش كده خالص. انا بحب كده ايه، اقطعها زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى معايا مصفى، وتحتها كده حاطه عجانه صغيره او كروانه صغيره، عشان خاطر لو اي ميه بقى بتنزل من الكروم بتنزل في البلاستيكه اللي تحت المصفى. قطعنا الكرنبتين وزي ما قلت لكم كده حاطه الورق في مصفى، وبسيبه لحد ما يتصفى خالص من الميه بتاعته. ويا بنات اللي انا بطلعها من الميه بشطفها تحت الحنفيه، وبعد كده بقطع الورق. معايا 5 بصلات كبار، مسكت كده بصلتين ونص قطعتهم في الكبة. وهنا بقى انا عايزة بس الكبة تضربها ضربة صغيرة، يعني كأنك مخرطاه على ايدك. طيب لو ما عندكيش كبة خرطيه، اهم حاجة يكون تخريط البصل يكون تخريط ناعم. كتري بصل للمحشي، كل ما تكتري بصل للمحشي بيطلع معاكي مسكر وطعمه حلو. انا هنا بقى جبت الحله، واللي انا ضربته حطيته كده في الحله زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى ننزل بنص كوبايه كبيره من الزيت. انا في الوقت ده يا بنات ما بحطش السمنه خالص، السمنه بحطها لما المحشي بتاعي يستوي. جربي كده تعملي كده، اقسم بالله احلى واجمل محشي هتاكليه. معايا هنا انا بقى هعمل 3 كرنبات. تمام. يعني عايز كده ايه يتكتر له الطماطم شوية، بس الايام دي يعني الطماطم غالية ب20 جنيه. فانا هنا معايا يعني كيلو ونص كده من الطماطم. هنا عملت كبة وبعد كده هنضرب كمان كبة. تمام. انا هنا بقى حاطة البصل على النار. هنا معايا صلصة، يعني الايام دي يا بنات عشان خاطر الطماطم غالية نستعمل صلصة. الصلصة بتخلي المحشي احمر وبتخلي طعمه حلو. كل ما تجيبي نوع صلصة نضيف بيكون طعمها حلو مش وحش. نزلت هنا ب3 معالق كبار من الصلصة، هنديها كده تشويحة مع البصلة. انا هنا ما بصفرش البصلة خالص، انا بديها بس كده ايه، يعني اول ما تدبل معايا مع الزيت وتاخد غلوة في الزيت بنزل بالصلصة، وبعد كده بنزل بالطماطم. انا هنا نزلت بشفشقين من الطماطم. تمام. ولو لقيت بقى المحشي بتاعي يعني مش احمر قوي وانا بسويه بحط له معلقه من الصلصه، عايزه اقول لكم بيبقى احمر وبيبقى زي العسل.
على الصلصة ما تتسبك معانا نكون هنا تبلنا الفراخ المشوية. معايا بصلاية كبيرة، ما عندكيش بصل كبير حطي بصلتين كده متوسطين. تمام. ومعايا قرن فلفل حامي، وهنا معايا ليمونتين. الليمون بيدي الفراخ المشوية طعم حلو قوي قوي. قطعت بقى هنا الليمون، هجيب بقى العصارة ونعصر ليمونتين. امشي معايا كده في الفيديو واحدة واحدة، وما تسيبيش اي حاجة في الفيديو من غير ما تسمعيها، لان في حركات كده وتكات لازم تشوفيها من اولها لاخرها. بعد كده نزلت بطماطمايه كبيرة واربع فصوص من الثوم. تمام. لو عندك بقى دقة انت مجهزاها في الفريزر، خدي معلقة صغيرة كده من الدقة. وهنا بقى تتبيلة المشويات. التتبيلة دي يا بنات فوق الروعة، هاتيها وجربيها. جربيها في الفراخ المشوية او في البانيه، بتدي طعم كده مميز وطعم حلو قوي. بعد كده نزلت عليهم بربع كوباية زيت، زيت تموين عادي مفيش اي مشكلة. تمام لحد هنا تمام. بعد كده ننزل عليهم بمعلقتين صغيرين من الفلفل الاسود. بعد كده ننزل عليهم بمعلقة من صوص البابريكيو، معلقة كبيرة كده. بعد كده ننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. ما عندكيش دبس رمان حطي بداله معلقة كبيرة من العسل الاسود. تمام. بعد كده ننزل بالملح ومعلقة كده من الزعتر. اظبطي الملح بتاع الفراخ المشوية، ومعلقة يا بنات من الزعتر. تمام. انا هنا مش عارفة، انا كنت حاطة معلقة من الزعتر، مش عارفة بقى الحتة دي إيه اللي مسحها من الفيديو. بعد كده نقفل بقى الغطا كده بتاع الكبة، ونشغل الكبة بتاعتنا ونضربهم مع بعض كويس جدا. ومعايا دبابيس انا عطيها شطفة كده صغيرة تحت الحنفية، وعصر عليها ليمون. تمام. هنا بقى يا بنات التتبيلة ضربناها، مش قادرة اوصف لكم ريحتها، ريحتها فوق الروعة. الدبابيس بعد ما شطفتها حطها ببلاستيكة كده زي ما انتوا شايفين، وعصر عليها ليمون. هنا بقى انا بشيل الجلد وبحشي تحت الجلد. الطريقة دي يا بنات حلوة جدا جدا، ويا سلام لو تبلتيها من بالليل. كل الفراخ ما تشرب من التتبيلة بيكون طعمها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. اعملي بقى الكمية بتاعتك كلها بنفس الطريقة. لو عندك عزومة، عندك فرح، الفراخ دي عايزة اقولك تشرفك في اي عزومة عندك. كل اللي هياكل منها هيسألك انت عاملاها ازاي. لو هتعملي فرخة كده كاملة، احشيها كده من تحت الجلد بنفس الطريقة، بس فتحي صدر الفرخة، فتحي الوراك وفتحي الصدر، وامسكيها كده طعيها من عند الرقبة. تمام. واحشيها وحطيها في الصينية، وزي ما انت شايفة كده التتبيلة بتتكلم عن نفسها. وغطيها بورق فويل ودخليها الفرن. ومش قادرة اقولك كل جيرانك هيسألوكي انت عاملة الفراخ دي ازاي. من ريحتها، ريحتها بتبقى طالعه يا بنات قلب البيت كله. هنا بقى انا شطفت كده الكبه، كان فيها طبعا من التتبيله، شطفتها كده شطفه صغيره، يعني حاطه فيها قيمه ربع كوبايه ميه. تمام. وعايزه اقول لكم ما بحطش ميه فيها خالص، وبتكون مستويه وزي الزبده. انا هنا بقى غطيت بورق فويل، لو عندك ورق زبده غطي بورق زبده، وبعد كده غطي بورق الفويل. بس انا بصراحه ما كانش عندي ورق زبده، عشان كده غطيت بورق فويل. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان الفراخ دي ممكن تسويها على عين البوتاجاز، يعني مش لازم تدخليها الفرن، غير بس لما تستوي خالص ولعي كده الشوايه وحمريها بس، يعني حمري وش الفراخ من فوق. لكن ممكن وهي متغطية كده تسويها على عين البوتاجاز، هتطلع معاكي مستوية وزي الزبدة. هنا بقى معايا كمية حلوة من الخضرة.
يعني 3 حزم كبار من الشبت و3 حزم من الكزبرة و3 حزم من البقدونس. انا اول حاجة بعملها بنقي كده الخضرة كويس جدا، وبعد كده يا بنات بغسلها. اول حاجة اغسلي الخضرة، وبعد ما تغسليها سيبيها تصفي المية اللي فيها خالص، وبعد كده قطعيها. انا بصراحة بحب اقطعها بالمقص. وهنا بقى انا بغسل الرز بدري شوية وبحطه في مصفى، وبسيبه لحد ما يصفي المية بتاعته خالص. زي ما انتوا شايفين كده بقى جبت العجانة بتاعتي وننزل بالرز، وبعد كده نزلت عليه بالصلصة. الصلصة متسبكة معانا زي ما انتوا شايفين. تمام. بعد كده ننزل بفلفل اسود، معلقتين من الفلفل الاسود. انا ما بحطش فلفل اسود على الصلصة، بحط بس ملح مش اكتر من كده. تمام. بعد كده ننزل بقى ببهارات محشي. بهارات المحشي عايزة اقول لكم بتودي المحشي في حتة تانية خالص. نزلت هنا يا بنات بمعلقة كبيرة من بهارات المحشي. هاتيها كده وجربيها. الكيس تقريبا يا ب8 جنيه يا ب9 جنيه. انا بصراحة كنت جايباه من زمان. تمام. بعد كده نزلت عليه بقى بنص معلقة من الشطة. الشطة دي بتخليه كده سبايسي، يعني حاجة بسيطة، مش هيكون حراق قوي، لا بيكون كده يعني ايه، في سنة حرقان، بتدي المحشي طعم حلو جدا. نزلت بقى بكمية الخضرة، وهنا قطعت التوم. التوم لما تقطعيه كده حي على الخلطة بتاعت المحشي، لما تيجي تسوي المحشي بتلاقي ريحته يا سلام. مش قادرة اقول لكم والله يا بنات، وانا بعمله ريحته كانت قلبة البيت كله. هنا بقى قطعت كده، يعني التوم قطعته ناعم جدا جدا، من 5 ل6 فصوص من التوم. انا هنا عاملة 3 كرنبات، وعاملة نص كوسة، وكيلو بتنجان. تمام. وربع كده من الفلفل، ربع كيلو من الفلفل. انتي هتعملي كرنباية، ما تعمليش طبعا الكمية دي كلها. انتي بقى قسمي الكمية دي، يعني انتي هتعملي كرنباية قسمي الكمية بتاعتك. تمام. بعد كده يا بنات نقلب كده من تحت ومن فوق كويس جدا. طيب المحشي بتاعك يا هند تحسي كده ان هو ابيض مش احمر. احنا بقى هنعمل ايه واحنا بنسوي الكرنب؟ هنحط كده على وش الطواجن من فوق معلقه صلصه. معلقه الصلصه وننزل بالشوربه. عايزه اقول لكم هتخلي صوبع المحشي كده احمر وزي العسل. بعد ما قلبنا كده الخلطة كويس جدا، جبت الطواجن. ويا سلام بقى لما تعملي المحشي بتاعك في الطواجن. الطواجن يا بنات بتخلي المحشي كده طعمه حلو غير الحلة خالص. انا بصراحة يعني من زمان قوي بسيط جدا لما بعمل المحشي في حلة. انا بعمل عندي الحلتين اللي هما الفخار دول، طاجن وحلة فخار، بعملهم الاول، وبعد يعني ما بخلص الطاجنين لو في كمية محشي اتبقت معايا بحطها في حلة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الصوبع ما شاء الله، ولا هو كبير ولا هو صغير، وكل واحد يا بنات بيحشي على حسب ما هو متعود. هنا كل طاجن حطيت كده على وشه 1 من الفلفل الكوبي انا حاشياه. وهنا بقى كل طاجن حط عليه قرن فلفل حامي على الوش. عايزه اقول لكم بقى لما المحشي كده بيغلي، مش قادرة اقول لكم على ريحة المحشي بتطلع، يعني ريحتها حلوة جدا. هنا بقى معايا يعني زي ما قلت لكم انا عاملة نص كيلو من الكوسة وكيلو من البتنجان، حطيتهم كده في صينية. عايزة اقول لكم ان انا هسوي الكوسة والبتنجان على عين البوتاجاز. وهنا بقى كان معايا شوربة لحمة، حطيتها كده على وش المحشي بالشكل ده. وهنا كان المحشي عايز معايا كمان شوية شوربة، ما كانش عندي، هزود مية. جبت كده كوباية، وهنزل كده بمعلقة او معلقتين من الملح، وبعد كده هنزل عليهم بمية مغلية. انا هنا يا بنات غالية الشوربة. شايفين مش قلتلكم هنحط معلقة صلصة على وش الطواجن؟ هتنقل المحشي في حتة تانية خالص. هتخلي كده صبع المحشي احمر كده وكأنك يعني ايه مكترة صلصة. معايا هنا مية مغلية، ندوب بقى كده الملح. واهم حاجة ظبطي الملح على الرز، يعني كده لما تقلبي الخلطة دوق الرز بتاعك، خلي الملح بتاعه يكون مظبوط. هنا يا بنات المج ده هوزعه على الصينية والطاجنين. تمام. بالتساوي كده عشان كله يبقى حدق واحد.
وبعد كده نزود ميه مغليه. وفي الوقت ده يا بنات انا مولعه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره. الفرن بيولع من تحت بس ما بيولعش من تحت ومن فوق. ولعي الفرن من تحت. والطواجن بحطها على الرف اللي تحت خالص. تمام. نغطي بقى بورق الفويل ودخلي الطواجن. عايزه اقول لكم بيكون المحشي مستوي والسوا بتاعه كمان بيكون مظبوط، ولا بيعجن منك ولا يطلع كده الله اكبر صبع المحشي يكون ناشف، لا. وهنا بقى انا حطيت الكوسه على وش الطواجن. عايزه اقول لكم ان الكوسه كانت مستويه وزي الزبده. هنا بقى نغطي بورق فويل. اكتمي كده على الطواجن بورق الفويل. تمام يا بنات. اوعي تروحي مني هنا ولا هنا، خليكي معايا لحد اخر الفيديو. يلا اعملي لايك، انا شايفاك انت لسه ما عملتليش لايك، يلا اعملي لايك. وهنا بقى نغطي على الصينيه. الصينيه يا بنات زي ما قلت لكم هحطها على عين البوتاجاز. تمام. وصينيه الدبابيس يا بنات انا بسويها على عين البوتاجاز. هنا بقى المحشي كان استوى معايا. عندك بقى زبده فلاحي، حطي زبده فلاحي كده على وش الكرنب. عندك سمنه فلاحي، حط على كل طاجن من معلقتين لتلاتة سمنه فلاحي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده يا بنات بغطي عليه وبدخله الفرن بس لمدة ايه، يعني 5 دقايق. تمام. 5 دقايق وبعد كده بطلعه من الفرن. تعالوا بقى شوفوا البتنجان. البتنجان مستوي وزي الزبدة زي ما انتوا شايفين. انا مسوياه على عين البوتاجاز. انا ما بحبش يا بنات انشف البتنجان، بحبه كده ايه يكون طري. هنا الكوسه انا شلتها من على وش الكرنب وحطيتها كده مع الدبابيس. وانا بحمر الدبابيس تحت الشوايه حطيت الكوسه معاها بالشكل ده. ويا سلام وانتي بتحمري كده وش الدبابيس من فوق، لو جبت كيس كاتشب وحطيتيه كده على وش الدبابيس، يعني كل دبوسه قيمه يعني حاجه بسيطه من الكاتشب، وتاخدي من الصوص اللي الدبابيس منزلاه ومسحي كده وش الدبابيس ودخلي تحت الشوايه، هتديكي لون الشوي جميل اللي انتوا شايفينه في الدبابيس ده. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات قلبنا بقى الطاجن. شايفين الجمال؟ انا النهارده سويت الطواجن. حله المحشي بقى اللي اتبقت معايا دي بشيلها في التلاجة نية وتاني يوم بسويها. شايفين بقى صينية المحشي؟ شايفين معلقة الصلصة مخلية صبع المحشي احمر وجميل ازاي؟ بعد كده بقى نوزع البتنجان على وش كده الكرنب بالشكل ده. انا هنا فضيت طاجن من المحشي الكرنب وسبت الطاجن التاني. اول ما يعني ده لو عايزين بفضي من الطاجن التاني. شايفين بقى الكوسة هنا خدت لون كده حلو تحت الشواية. شايفين يا بنات الدبابيس مستوية مش قادرة اقول لكم زي الزبدة. ان شاء الله تجربوا المحشي والفراخ المشوية بالطريقة دي وتعجبكم وتطلع معاكم احلى من كده بكتير. ربنا يحسن ما بين ايديكم. وفضلا منكم وليس امرا لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.